السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب كلكم تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة أكلة شتوية مميزة جدا. بصوا ورقها أخضر ازاي. دي طريقة يعني لما بتيجي تشتريها كده تكون طازة، ورقها مخضر وما يكونش فيه خرام أو منقر يعني. علشان بيبقى الخضرة دي بتبقى في حاجات بتتغذى عليها، فاحنا نتفادى ان يكون في حاجة طيور او حاجة يعني. مش عايزة اقول لكم ايه بالظبط اللي بياكل الحاجات دي، بس يعني ايه، نشتري الورق يكون كويس زي الخضرة بالظبط، ما يكونش فيه خرام كده صغيرة، ما تشتريهوش. المهم ان احنا بنجمعها كلها على بعض، وبنشيل الجزء اللي فوق خالص ده اللي هو الناشف، وبعدين بنبتدي نقطعها بالسكينة قطع زي ما انتم شايفين، زي أي نوع من أنواع الخضروات. طبعا السبانخ مفيدة جدا جدا لمرضى فقر الدم والأنيميا. أنا هنا كانت ماما بتقطعها لي لأن أنا مش بحب الحاجات اللي بتاخد وقت طويل في التقطيع، يعني الملوخية والبامية والحاجات دي بتاخد وقت طويل. أنا ماليش في الكلام ده خالص. هي بتحتاج معاها حزمة كزبرة. طبعا بنقطع كل الخضرة دي السبانخ، حطيتها في مية. أهم حاجة في السبانخ بالذات إن انتي تغسليها كويس جدا جدا. بتتغسل مرة واتنين وتلاتة علشان بيبقى فيها طينة. تتغسل كويس، والخضرة بتتغسل لوحدها. انا هنا مسكت بصلة مفرومة، اديتها تحميرة كده بشوية زيت لحد ما كان بقى لونها ذهبي، وبعدين حطيت عليها السبانخ متقطعة. وبسيبها شوية لحد ما تدبل. بصوا الحلة ما شاء الله مليانة للآخر. دلوقتي هتلاقوها حبة صغيرين خالص تحت. بتنزل المية بتاعتها. طبعا بنسيبها زي ما هي. بصوا المية بتاعتها فاتحة ازاي. اهم حاجة في السبانخ ان هي تتغسل كويس، دي اهم خطوة في الاكلة دي بالذات. وبعدين ضربت طماطم في الخلاط وصفيتها كويس، وبعدين هنزل بصلصة الطماطم على السبانخ. بصوا الشوربة بتاعتها فاتحة ما شاء الله. طبعا انا بسيبها زي ما هي كده لان هي بتنزل الفوائد بتاعتها في الشوربة دي. بيبقى فيها نسبة حديد عالية، والفوائد بتاعتها ما نفقدهاش قيمتها الغذائية ان احنا نصفيه او نعمل اي حاجة فيها. بنسيبها زي ما هي. بنحط عليها الطماطم المتصفية مضروبة في الخلاط ومتصفية، وبسيبها على النار لحد ما تستوي خالص. في الوقت ده انا كنت حاطة حزمة الخضرة بتاعتي في الكبة، معاها توم ومعاها ملح وفلفل اسمر اهو. وبعد كده هضربها في الكبة لحد ما تتفرم كويس. دي حزمة كزبرة، كزبرة بيتحط عليها كزبرة خضراء. انا عدت الكلمة لان انا بتلخبط دايما ما بين الخضرة، يعني بتلخبط في البقدونس والكزبرة. دي كزبرة، وحطيت شوية زيت في طاسة كده بره، وحطيت عليها الخضرة بعد ما اتفرمت. بصوا بقت عاملة ازاي، والثوم والملح والفلفل الاسمر. وهديها تحميرة زي ما بنعمل القلقاس بالظبط. بصوا شكلها عامل ازاي ما شاء الله. وبعد ما الاقي الثوم اخد اللون الذهبي شويه كده، مش هسيبها لحد ما تغمق قوي. الثوم بس احس ان هو اخد لون ذهبي، وهنزل بالخضره دي بعد ما تتحمر على السبانخ، وهديها تقليبه واسيبها شويه لحد ما الخضره تتقلب مع السبانخ، وبعدين تاكلوها بألف هنا وشفا. طبعا انا عامله جنبها رز بالشعريه، وكنت عامله لحمه شرايح. مرضتش احط اللحمه فيها لان انا جوزي اصلا مش بيحب السبانخ خالص. كنت عامله كمان بزله، بس البزله هبقى انزلها لكم في فيديو منفصل علشان ما يبقاش الفيديو طويل. اللحمه هوريها لكم دلوقتي بعملها ازاي. دي كده السبانخ خلاص هديها تقليبة، وهسيبها يعني بعد الخطوة دي حوالي 10 دقايق على النار.
وبعد كده خلاص مش بيتحط فيها طماطم كتير. يعني لو انتي هتعملي مثلا كيلو سبانخ بتحطي 3 4 طماطمات بس. هي مش بتبقى زي البامية والخضروات اللي بتبقى بالصلصة، المفروض ان هي تبقى لونها محمر. ده الرز بتاعنا. طبعا انا عملت الرز معاكم كذا مرة قبل كده. ودي اللحمة بتاعتي أنا باعملها، بادّيها صدمة على النار، وباحط عليها توم متقطّع قطع كده زي ما أنتم شايفين شرايح، وباحط عليها ملح وفلفل أسمر وجوزة الطيب مبشور، وبعدين باحط عليها مَيّة مغلية وباسيبها لحد أمّا بتستوي. طعمها بيبقى تحفة، تحفة. جرّبوها هتعجبكم أوي. طريقة اللحمة دي جامدة جدًا. وده كان شكل السبانخ معانا بعد ما خلصت. أتمنى يكون الفيديو عجبكم.